وصلنا إلى فقرة ضيف رسالة القلعة. ضيفنا صحفي وشاعر وكاتب وباحث في مجال تخصص الذكاء الاصطناعي وملم بمجالات ثقافية عديدة. حسين زنقنة سيأخذنا في هذا اللقاء الممتع مع الصحفي إيهاب سنجاري. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي برنامج رسالة القلعة. ضيفي اليوم هو ضيف استثنائي، فهو ملم بمجال الأدب والصحافة والكتابة، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن السيبراني. ضيفي هو إيهاب سنجاري. أهلا وسهلا بك أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا بكم. نراك ملم بالنقائض، فلنقل نراك ملم في الكثير من المجالات. نود أن تعرف لنا نفسك ولو بنبذة بسيطة. إيهاب عنان سنجاري، تولد نينوى ولكن نشأت في مدينة سنجار. حاصل على شهادة الماجستير في علوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ولي في مجال الصحافة منذ 2003 إلى حد هذه اللحظة، وفي الكتابة بمختلف مجالاتها. نعم، نراك ملم في الكثير من المجالات، منها الكتابة والشعر، وكتابة في أيضا في مجالات السياسة والاجتماع والأدب. ممكن أن تحدثنا ذلك؟ الكتابة لا تعرف المستحيل، وهي لها شيء أو فضيلة مشتركة مع الأحلام، على عكس الواقع الفظ الغليظ. والكتابة بالنسبة لي المنطقة منطقة الصدق الأنقى، فما ممكن أنه تتلوث هذه المنطقة، فتجدها في يعني أغلب المجالات. كتبت في مجال السياسة، في مجال الأدب، وأيضا في اختصاص الأكاديمي في مجال التكنولوجيا على شكل مقالات. نعم، نتكلم قليلا في مجال الشعر. كيف ترى الشعر الآن؟ الشعر هناك شعراء مرموقين ولهم قصائد حاضرة وقبول، وتحمل الشاعرية وتحمل تقنات الشعر الحقيقي. نعم أستاذ إيهاب، نرى في مؤلفاتك الشعرية مثلا عناوين نود تفسيرها. نعم. مثلا كحل الحاء وسين السفح ومتاهة الهاء. ما هي هذه الحروف؟ يعني نود، هل هي شفرات؟ هل هي معاني معينة أم هي رسائل مبطنة إلى أشخاص معينة؟ الحروف فيها الكثير من الروح، أو هي الروح للأشياء، وشكل الحرف فيه الكثير من الروح، ونستطيع القول بأنه فن لظاهريات الوجود. فرمزية الحروف للكتب مثلا كحل الحاء، الحاء هي تعطي رسمة للعين، وسين السفح أعني بها قمم للجبال، وأعني بجبل سلسلة جبال سنجار. متاهة الهاء هي فيها قليل من الفانتازيا اللي توحي برسمتها بأنها متاهة. أستاذ إيهاب، القليل من الناس لهم ملكة الشعر، لما لها من أصوليات وإلمام ورصيد شعري، ولكن الكثير من الناس يودون أن يكتبون، يعني لهم روح الكتابة، لديهم الدافع، ولكن ليس لديهم الشجاعة. من خلال حضرتك، كيف من الممكن أن توجه الكاتب بأن يكتب وكيف يكتب، سواء كانت قصة قصيرة، مقالة معينة، رواية؟ كيف يبدأ؟ الناس يخافون من البداية أو يخافون من الفشل، فمن خلال حضرتك كيف يمكن للإنسان أن يكتب؟ بداية، إن أردت أن تكون كاتبا فعليك بالكتابة. الكتابة، تعزيز هذه الكتابة يكون بالقراءة. عندما تتجه إلى لون معين تريد الكتابة فيه، فتقرأ هذا اللون، يكون لديك قاعدة أساسية، مفردات، قاموس للخوض بهذه الساحة. فيجب عليك التسلح بالقراءة ثم الكتابة المستمرة.
أستاذ إيهاب، ما هي النشاطات القادمة، الكتابات القادمة، ما هو الجديد الذي سيتحفنا به أستاذ إيهاب سنجاري؟ هناك مجموعة شعرية يعني هي قيد التنقيح، وأيضا لي يعني كتابة يعني في كتابة الرواية أيضا هناك يعني كتب منها يعني فصل، وإن شاء الله سوف يتم إكمالها في القريب العاجل إن شاء الله. أستاذ إيهاب سنجاري، كنت ضيفا كريما في برنامج رسالة القلعة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه عودة إلى الزميلة مزية عبدو وإكمال باقي فقرات رسالة القلعة. شكرا لكم.